للجمع بالعد التصاعدي طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي لما نقول 25 زائد 3 فحنا نجمع الآحاد ونعد تصاعديا فقط الآحاد. كيف يعني؟ يعني نقول 25 26 27 28. ألاحظ هنا إنه اللي يزيد هي منزلة الآحاد بينما منزلة العشرات ثابتة ما تغيرت. هنا 20 وهنا نفس الشيء 20 20 20. إذا أنا غيرت مين؟ منزلة الآحاد، فيكون الجواب 28. عدينا كيف؟ 26 27 28. 25 زائد 30. إذا الآن الثابت اللي هو الآحاد وأنا بعد تصاعديا العشرات. أقول 5 ما راح تتغير، راح أقول 5 ما راح تتغير، راح أقول دقيقة، راح أقول 25. أعد تصاعديا 35 45 55. وألاحظ إنه اللي تغير عندي هنا مين؟ اللي هو العشرات، بينما الآحاد هي ثابتة ما تغيرت. 5 5 5. أصبح الناتج 55 لأني عديت تصاعديا بالعشرات. 35 45 55. طيب ليه؟ لأنه عندي العدد اللي هنا اللي هو عشرات، فأنا أعد تصاعديا عشرات. عندي العدد هنا آحاد، أعد تصاعديا للآحاد.